بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدود على الطريق. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن اللعيبه اللي ما بقاش صوتها سامع زي الاول، او كانت موهبه والموهبه دي اتدمرت وراحت. ونجم حلقتنا النهارده يكون اللاعب الاسباني اسكو، اللي في بدايه ما طلع الناس لقبته بخليفه زيدان، وان هو اللي هيعوض زيدان في المستقبل والحاجات دي كلها. الا ان اللاعب كان بيستحق الكلام دوت فعلا، لكن يعني الموهبه اللي اتحطت عليه او تشبيهه بزيدان ده عمل عليه ضغط كبير. علشان يعني مع الحلقه هنعرف تفاصيلها اكتر، لكن قبل ما نبدا ما تنساش في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. كل مواليد 1992، اللي يعني كلنا عارفين ان هو جنسيته اسباني، اللي بدأ حياته في الناشئين بين المندنيا، واللي قعد معاهم سنتين زي ما تقول دي اكاديمية تعليم كورة يتعلم فيها ايه اساسيات الكورة، السلام، تسلم، تحرك من غير كورة، كروسات، الحاجات دي كلها، لحد ما انتقل لنادي اتلتيكو بيناميلا، النادي اللي قعد معاه فترة مش قليلة خالص لحد 2006. تبص تلاقي ان اللاعب قعد معاه في قرابة السبع 8 سنين. الا ان في الفتره دي كان نضج كرويا، علشان نادي فالنسيا يقرر يتعاقد مع اللاعب ويقعد في الناشئين، يعني في مرحله اللي هو الفريق التاني فتره كبيره جدا. اللاعب يعني تحس ان هو ايه، بيشرب فيها بقى الكوره. انا رحت نادي كبير وكلنا عارفين ان فالنسيا من الانديه الكبيره في اسبانيا، فخلاص هو راح نادي يشرب فيه الكوره كلها لحد ما راح كاس العالم تحت 17 سنه اللي خدوا فيها البرونزيه. اسكو اللي عمل اداء جبار جدا لما سجل 3 اهداف علشان يكون واحد من التشكيله المثاليه في البطوله دي وقتها، علشان العين تتحط عليه اكتر من مره وتبص خلاص تلاقي ان الناس بدات تصدق ان في موهبه كبيره جايه تاني. علشان خلاص ان اللاعب يحس ان مكانه في فالنسيا، مش اللي هو الكبير اللي فضل يتدرج مع الفريق الاول، يقعد شويه كده شويه كده، يلعب مش عارف فتره ما يلعبش. فعلشان تحس ان اللاعب حب يروح مكان فرصته تظهر فيه اكتر، وبالفعل المكان اللي وفر له الحاجه اللي هو عايزها هو ملقا الاسباني لما تعاقد معاه ب 6 مليون يورو. 6 مليون يورو دولت في بدايه موسم 2011 2012. اللاعب اللي لعب معاهم 35 مباراه كاملين، تحس تبص ان اللاعب انفجر معاهم، عمل موسم تاريخي وخد المركز الرابع لاول مره في تاريخ ملقا يلعبوا دوري ابطال. تبص تستغرب ان ازاي الارقام والحاجات دي كلها واللاعب قدر يعمل ده في موسم، وده بالفعل اللي اثبت ان في لاعب كبير جاي. وفي الفتره دي كان بينافسوا ستيفن الشعراوي وتيبو كورتوا على جائزه الجولدن بوي، لان اللاعب قدر ياخدها. وده يثبت قد ايه ان اللاعب موهبه، لاعب من نادي ملقا خد الجولدن بوي. تبص تلاقي اصلا كان مين حاطط عينه على ملقا في الفتره دي او اللي ملقا تعمله. تبص تلاقي ان في الموسم دوت برضه اللاعب سجل 5 اجوان وصنع 4. تقول لا ده مش ارقام كبيره، لكن لا بالفعل هي بالنسبه لاداء اللاعب في الملعب دي ارقام خرافيه. مش بتكلم طبعا عن ال5 اجوان والاربع اسيستات والحاجات دي كلها، لا، بساط اللاعب، التمريرات الصحيحه، نسبه التمريرات الصحيحه، نسبه خلق فرص على المرمى، البري اسيست، الحاجات دي كلها بتفرق مع المدربين في الملعب. وده اللي اسكو كان بيوفرها لهم في سن صغير. وزي ما تقول بوس كان عامل موسم واحد من افضل المواسم في بالنسبه للاعب في موسم 2011 2012 ده، علشان يروح للمنتخب في كاس العالم تحت 21 سنه اللي يعمل اداء خرافي برضه واتحط فيه في التشكيله المثاليه، وياخدوا طبعا البطوله وقتها النهائي اللي الانكانتارا جاب فيه هاتريك واسكو جاب الجون الرابع على ايطاليا طبعا. تبص تلاقي ان خلاص اللاعب بعدها بفتره الناس كلها جاله عروض من مانشستر، عروض من انديه كتيره، لكن الناديين اللي حطوا عينهم بنسبه كبيره على اللاعب هو ريال مدريد ومانشستر سيتي. لكن عرض ريال مدريد نهى الموضوع طبعا، سواء من ناحيه القيمه الماديه اللي هيديها الملجا، المكافآت اللي هيديها للاعب، الراتب اللي هيديه للاعب. طبعا تاريخ ريال مدريد طبعا لوحده دوت بكنوز الدنيا زي ما الناس كلها عارفه. وبالفعل ريال مدريد دفع 30 مليون قدر ياخد بيهم اللاعب. علشان تبص تلاقي ان اول موسم ليه 13 14 اللاعب يعمل موسم، ده اول موسم يسجل 11 جون ويصنع 9. انت مستني ايه من اللاعب لسه صغير السن 21 20 سنه يجي فريق زي ريال مدريد يسجل 11 جون ويصنع 9؟ يعني 20 مشاركه تهديفيه في اول موسم ليه، علشان يعني في الفتره دي برضه ياخد كاس اسبانيا وياخد العشره بقى بتاعه ريال مدريد اللي كلنا عارفينها ان هو كان عنصر من اهم العناصر في الموسم دوت طبعا. الموسم الثاني ليه خلاص الناس كلها بدأت تعتمد عليه، يلعب 52 مباراة يسجل فيهم 13 جون ويصنع 12 في 52 مباراة، 25 مشاركة تهديفية. اللاعب تحس ان هو لا هو خلاص بقى وقتها كان فتح يعني عينيه على الدنيا كلها زي ما بيقولوا. علشان الموسم الثالث اللاعب يلعب 43 مباراة يسجل 5 ويصنع 10 وياخد تاني بطولة دوري ابطال ليه، اللي هي كانت الاولى مع زيدان كلنا عارفينها موسم 2016. الموسم الرابع اللي بقى مع ريال مدريد اللاعب يساهم في 20 مساهمة تهديفية، 11 جون و9 اسيستات، وياخد بطولة الدوري ابطال اوروبا للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة ليه. ده غير طبعا السوبر الاوروبي، كاس عالم اندية، كاس ملك اسبانيا، الحاجات دي كلها.
الموسم الخامس بقى وهو هاتريك دوري ابطال اوروبا. اللاعب يلعب فيه 49 مباراه، يساهم في 20 مساهمه تهديفيه برضه، بس المره دي 9 اهداف و10 9 اهداف و10 اسيستات، 19 مساهمه تهديفيه علشان يروح كاس العالم 2018 مع منتخب اسبانيا. اللاعب يجيب جون الوحيد في المغرب عشان يتاهلوا من دور المجموعات، بعد كده يخسروا من روسيا بركلات الترجيح والحاجات دي كلها. الموسم اللي بعده بقى 18 19 فريق ريال مدريد بدأ كله يقل اصلا، رحيل زيدان، رحيل كريستيانو، مشاكل تخبطات اداريه ما بين اللعيبه والاداره والحاجات دي كلها، وتغيير بقى المدربين اللي كتر في الموسم دوت اللي هو موسم 18 19. اللاعب اصلا يلعب 37 مباراه، يسجل فيهم 6 جوان ويصنع 7، مش الحاجات اللي متعودين عليها من اسكو من اول ما جه ريال مدريد. الموسم اللي بعده اللي هو يعني لعب فيه 30 مباراه، سجل فيه 3 جوان وصنع هدفين، لكن الاصابات يعني قتلت اللاعب علشان بعد كده زيدان يرجع ولاعيبه ريال مدريد تشم نفسها مره تانية مع زيدان. كلنا عارفين اللعيبه كلها بتحبه وبتقدر قيمته الكبيره، علشان يلعب في الموسم ده 29 مباراه يجيب جونين بس كلهم بديل. يعني تحس برضه ان اللاعب ما تاقلمش مع رجوع زيدان عكس كل اللعيبه. موسم 2022 2021 اللي هو موسم انشيلوتي ده بقى اللي خلاص يقضي على اللاعب ويجيب اخره. اللاعب يلعب 17 مباراه كلهم بديل، لا يشارك ولا باهداف ولا صناعه ولا اي حاجه، لكن يكون من اللعيبه النوادر جدا اللي ياخدوا 5 بطولات دوري ابطال اوروبا. كلنا عارفين ان اغلب الخمس يعني او كلهم من ريال مدريد او مروا على ريال مدريد اللي خدوا ال5 بطولات دوري ابطال اوروبا، مع ان الاتحاد الاوروبي ما كانش معترف بيه بس الناس مشيتها علشان مع نهايه الموسم خلاص يروح اشبيليا يشارك معاهم في حد الدور الاول في 19 مباراه، يسجل فيهم 4 ويصنع 3. لكن المفاجاه ان اشبيليا قرر يفسخ عقده ويقعد فتره كبيره من غير نادي، لحد ما يونيون برلين الاسباني قرر ان هو يجيب اللاعب. وبعد ما اجتاز الكشف الطبي وكل حاجه، تبص تلاقي ان اللاعب مشاكل بقى في الامور الماديه من حيث الراتب وكده، يقرر ينهي الموضوع وانهاء الطرفين. دي حاجه برضه تبين لك ان عقليه اللاعب في الفتره الاخيره مش اللي كل الناس عارفاها يا جماعه. تبص تلاقي ان اللاعب يعني لو كان بيدور على المشاركه كان راح النادي وجرب حظه، يمكن تجيب معاه زي ما جابت مع لعيبه كتير. ويونيون برلين مش النادي اللي هو الوحش في ده، هو لا من دلوقتي من السته الاوائل في المانيا، فكان هيقدر يبان ويعمل اي حاجه على الاقل. علشان مع موضوع يونيون برلين تنتهي حلقتنا، فابرز احصائيات اللاعب ان هو مع الانديه يلعب 487 مباراه، يسجل فيهم 74 هدف ويصنع 69 هدف، نسبه تقريبيه مش وحشه خالص. تبص تلاقي مع المنتخبات، طبعا مع المنتخبات انا هقول لك ان هو في جميع مراحله السنيه مش المنتخب الاول بس، لا في جميع مراحل المنتخب اسباني السني يلعب 103 مباراه، يسجل 37 ويصنع في حدود 6 اهداف، علشان يبين لك قد ايه فعلا هو موهبه تستحق التقدير جدا 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 لحد الصبح. تبص تلاقي بس ان مشاكل اللاعب ان اللاعب كان وزنه بيزيد بطريقه زياده عن اللزوم، فهو كان بيبرز يعني بيحاول يبرز مجهود على اكتر ما الناس بتعمل عشان يكون مناسب. تبص تلاقي ان اخر مواسم اللاعب بعد كاس العالم الدنيا بدات تتخبط في وشه. علشان مع كده تنتهي حلقتنا النهارده، وقبل ما ننهي مشاكل القناه، اتفعل جرس التنبيهات وتدوس على الزر اللي كنت تكتبها في الكومنتات حابين نتكلم عن مين في الحلقه الجايه.